تخيل معايا منتخب خسر المباراة الأولى ديالو في دوري المجموعات في كأس العالم ب2-0، والمباراة الثانية خسرها ب6 ديال الأهداف مقابل لا شيء. ودابا فجأة كتلقى هذا المنتخب هذا ضمن الدور الثمن النهائي، يعني بقاو غير 8 ديال المنتخبات ومنهم هذا المنتخب اللي كنهضروا عليه اليوم هو المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة. أكبر معجزة رياضية هذا العام هذه وقعت. فواش فعلا يقدر المنتخب المغربي يربح البرازيل في المباراة المقبلة ويتأهل للمربع الذهبي ديال كأس العالم؟ هادشي اللي غادي نجاوبوا عليه نتوما بلي نكملوا هذا الفيديو هذا. في البدايه المنتخب المغربي طاح في واحد المجموعه صعيبه بزاف، مجموعه اللي كانت فيها المنتخب الياباني ومنتخب البرتغال وحتى المنتخب ديال كاليدونيا الجديده. المباراه الاولى ديال اسود الاطلس اللي عندهم اقل من 17 سنه لعبوا ضد المنتخب الياباني وخسروا ب2-0، والمباراه الثانيه في كانت فضيحه كبيره، خسروا مع المنتخب البرتغالي ب6 ديال الاهداف مقابل لا شيء. من بعد هذه المباراه الثانيه كلشي ولا كيقول بان المنتخب المغربي رسميا تقصى ومستحيل يعاود ينوض، بالعكس ولاو خايفين وغير يخرج بشي شوهه كبيره. لكن غتوقع اول مفاجاه او معجزه في كره القدم في المباراه الثالثه ديال المنتخب المغربي الاقل من 17 عام. هذه المباراه دي غيواجهوا منتخب كاليدونيا الجديده واللي غيربحوه باكبر نتيجه في تاريخ كاس العالم كامل اللي هي 16 هدف مقابل لا شيء. وهكذا غيتاهل المنتخب المغربي كافضل ثالث منتخب بهذه المجموعه هذه وضمن المجموعات ديال كاس العالم. طبعا التاهل بحد ذاته والنتيجه الاخرى اللي حققوها ضد منتخب كاليدونيا راه كانت معجزه حرفيا، والى يومنا هذا راه كيبقى هذا هو اكبر سكور ونتيجه في كاس العالم كامل. من نهار دار كاس العالم اكبر نتيجه تحققت هي 16-0 ومسجله باسم اسود الاطلس المنتخب المغربي لاقل من 17 سنه. في الدور الثاني للاسف المنتخب المغربي غيصطدم بواحد المنتخب قوي ومنظم بزاف اللي هو المنتخب الامريكي. يا صديقي، وطيله المباراه المنتخب المغربي كان خاسر ب1-0، وفي الدقيقه 90 غيسجل المنتخب المغربي هدف التعادل، هدف قاتل حرفيا. غيدوزوا الاشواط الاضافيه ويقدر المنتخب المغربي انه يحسم هذه المباراه بضربات الجزاء وغيتاهل المنتخب المغربي وغيصنع معجزه الثانيه. المباراه الثالثه غنلعبوا غنطيحوا ضد منتخب افريقي منظم جدا اللي هو المنتخب المالي. اللاعبين ديالو خفاف وسرع بزاف وعندهم حتى مهارات تقنيه، زيد على ان السفل او القوه البدنيه ديالهم كبيره، ولكن قدر المنتخب المغربي انه يحسم هذه المباراه ب3-2. وهنا في غيتاهل المنتخب المغربي وغادي يطيح ضد واحد المنتخب اللي عنده 4 ديال الكؤوس ديال العالم في هذه المسابقه ديال كاس العالم الاقل من 17 سنه اللي هو المنتخب البرازيلي. كلنا كنعرفوا ان المنتخبات ديال البرازيل مختلف فئاتها السنيه منتخبات مرعبه، منتخبات قويه جدا، الكره عندهم في الدم، في الADN، في الجينات كتجري عندهم الكره. دونك المنتخب المغربي نهار 21 في هذا الشهر يعني باقي يومين وغيلعب ضد المنتخب البرازيلي. هذا المنتخب هذا سبق لي يربح هذا كاس العالم ديال هذه الفئه، ربحها 4 ديال المرات، في حين حنا ما عمرنا ما ربحناها اصلا. اول مره غنوصلوا لهذا الدور هذا. فانا السؤال ديالكم واش نقدروا نخلقوا معجزه اخرى؟ لاننا درنا معجزات في دور المجموعات وفي كاع الادوار، واش نقدروا نديروا معجزه اخرى ونقصيو المنتخب البرازيلي اللي كما قلت مره اخرى سبق لي ربح هذا كاس العالم 4 ديال المرات؟ والبرازيل معروفه هي ربما افضل بلاد كتنتج لعابه ديال كره القدم ماهرين بزاف وحريفيه. جاوبوني في التعاليق نتوما واش نقدروا نخلقوا معجزه اخرى في كره القدم او ستكون نهايه مسار المعجزات المغربيه في كاس العالم لاقل من 17 عام.